السلام عليكم. طلبية شيئا اليوم فيها من رمضان وفيها من العيد وفيها من الأشياء، فببدأ من الأشياء الصغيرة لين الكبيرة. أول شيء هذه ميداليات جبتها أحس حلوة كعيدية يستفيدون منها، وجبت هذه توقعتها أكبر بس انصدمت إنها صغيرة. أحطها هنا، عاد أبى أصورها لما أصور تجهيزات العيد إن شاء الله إذا الله يعني. الحين بصورها حبة حبة. وهذه جبتها عيديات بالنوتات، شوفوها هنا تجي صغيرة، أقدر أحط من هنا السلسال وهنا الحلق. هذا السلسال في 5 قطع، أخذت 2. هذا الحلق وهذه علبة كنت ناوية أحطهم هذولا هنا داخلها، بس ما أدري بكفي أو لا، وإذا ما كفى بحط فيها حلويات شكل فراشة. أحط 2، هذه فيها 5 قطع. مفروض الفكرة تكون كذا، والله توقعتها أكبر بس يعني استل يعني شكلها أوكي. هذه أتوقع أنزلها بعد، إيش رأيكم؟ كفر الجوالي، أحس مدري ما حبيت النجوم هذه اللي تلمع، بس يمكن باللبس يفرق الموضوع. شلون شكل فراشات عشان يوضح. طلبيتي عبارة عن فراشات. طلبت هذا القطن ما طلعت كثير. أتوقع أغلبية البنات طالبين، أشوفه كيف. إيش قد كيوت تكفون، مرة حلوة، شوفوا مرة حلوة تكفون، شوفوا لونها مرة حلو.
أكيد قصات شعر ستان. مرة أحب كذا، مرة أحب كذا، مرة كويس للشعر. طلبت هذه، شفت وحدة بتيك توك تسوي شعرها فيها، مرة حلوة، قلت بجربها. تجي معاها هذه ساكة وربطتين ستان، هذا أحلى شيء إنها ستان، وهذه تسمحها بس. مرة متحمسة أجربها مرة. تذكرون مرة أخذت نفس هذه، تذكرونها كان لونها بنفسجي. الحين رجعت أخذتها هذه حقة الزيت، بخصصها بس للزيت إذا زيت شعري أدلك فيها راسي. وهذه قد عندي وطولت صراحة وأحسها خربت، فشريتها الجديدة مرة حلوة، جاني لون بينك. أوريكم الأشياء الحين اللي أخذتها رمضان. هذه تجي لمبات، شوفوا ايش قد كبيرة، صراحة تخيلتها أصغر. أنا شيء إن إذا طلبت أتخيله أصغر يجيني أكبر، أتخيله أكبر يجيني أصغر. شوفوا هنا بطارية، عاد أنا ما أحب اللي يستعمل بطارية، أحس نورها ما يصير قوي واجد زي لما تكون بكهرب، بس هي أريح إنه يعني تقدرين تحطينها بأي مكان. شوف قد كبيرة، لكن يبغى أدور لها مكان أحطها فيها وتعطي أجواء رمضان. مرة كبيرة بنات، كبيرة حلوة مرة. توفقت. وهذه انصدمت بحجمها يا بنات، انصدمت. أقول لكم أتخيلها أكبر تجيني أصغر. شوفوا مرة صغيرة، مرة لو أدري طلبت أكثر. وهذا فلان لحاله، أنا لو أدري الأولى بتجيني كبار ما طلبت هذه، شايفهم صغار. هذا كذا فلان لحاله. إيش هذا؟ صراحة ماني فاهمة الفكرة. هذا شكلها كذا تلصق، شكل هنا البطارية، شو هنا حلو بطارية بعد. الجينو وهذا كذا. اوكي حلو، وحجمها بعد حلو. لا هذا حجمها كويس، اكبر من الاولى صراحة. حوريكم اللي شريتهم للمطبخ. هذه تجي 50 حبة، احطها بالقلاية الهوائية منها عشان ما تتوسخ، احس حلوة تنفعني برمضان لاني استخدم قلاية هوائية واجد. ان شاء الله يكفيني 50. توني انه 50 كله، ان شاء الله يكفيني. حلوة صح؟ هذه يا بنات مرة بتنفعني، مرة بتوسع على المطبخ. عرفتوا الفكرة؟ لما انتوا تطبخين احيانا يقولون تودين حقة الطبخ، ملعقة الطبخ صح؟ هذه يا حبيبتي تحطينها كذا، تحطين ملعقة هنا وهنا يوسخ، ما يوسخ أرضية المطبخ، مو أرضية، المهم فاهمين علي صح؟ المهم هنا وتتغسل سيليكون.
مرة حلوة وبتفيدني، لأن أنا صراحة أكثر شيء أتعب فيه الملاعق، ما أدري وين أوديها، ما أدري وين أحطها، فهذا منقذ بالنسبة لي. وهذه بتسهل علي حياتي إذا سويت الفطاير. شوفوا أسويها على شكل مثلثات، بوريكم الصورة كيف، بس كذا تحركينها. أنا أفتحها لكم كيف أطلعها. كذا بنات شفتوا، بس تسوين كذا تذكر ريحتها مو حلوة، تسوين كذا فيصير مثلثات، تصيرون تلفونها على طول فيطلع لكم شكل كروسان، مرة حلوة بس ريحتها مو حلوة. هذه كيف اشرحها بالمعتاتي، تحطون العجينة هنا خلصتها. شوفوا فهمتوا الحركة؟ هنا تحطين العجينة فتسوينها كذا فتصير دائرية، فتحطينها هنا فيطلع لنا الشكل هذا، عرفتوا؟ بس مدري ليش ما فكه كذا. ما آخر شيء خلاص. هذا حق الطاولة هذه عشان صغير رمضان، وأنا من زمان ودي هذا. هي شوفوا أحطها على الطاولة، هذا شكل حلو. اوكي، وهذه يا جماعة الخير بما اني I have 2 babies، زوجي وطفلي الصغير، فأكيد بيوصفون المفرش، فجبت هذه اوكي تحميها. شفتوا أحطها فوقها، توسخت عادي أمسحها على طول. وبرمضان فأكيد يعني فانتوا بينكب شي شوربة عادي، كبوا اللي تبونه. هذه بتحميلي المفرش. الحين بوريكم جزمة العيد. بنات تتخيلون، أنا تخيلتها لونها أخضر، بس شوفوا هنا انتوا تشوفونها ترى نفس ما أشوفها. شوفوا كأنها على أزرق، ليش ثاني بيها أخضر. طلبت شوز البيت هذا، أتمنى إنه مريح. شوف من داخل ينفع للشتاء. يا الله كنت أبيع عادي نفس حقات إيكيا، بيحر فيني والله زعلت، كنت متحمسة له مرة. يلا معلش. طلبت هذا الشوز الكيوت، قد كيوت تصدقون. شكل هذا اللي بخليه للبيت خلاص. أنا هذا جايبته طلعاتي السريعة للحمام كذا يعني، مرة حلو وأحسه مريح. هذا مشهد جايبته ألبسه مع الفستان، بوريكم الفستان اللي بلبسه، أحس مرة حلو بيطلع، لأني شفت الموديل لابسته على الفستان وطلع أحلى من إنه بدون هذا يعني، فعشان كذا طلبته. أخذت هذه الجلابية رمضان، قماشها غريب كأنها نايلون، أحسها باردة، وأحس أجواء رمضان يعني.
اخذت بعد هذه الجلابية، شوفوا من هنا قماشها بارد، ما يشبه بصراحة القماش اللي قبل شوي، في فرق وبس نفس الديزاين، اللهم ان هذا بدون حزام. وهنا في هذه هذه الجلابية الأخيرة كحني، من هنا لها حزام بس توقعتها أفخم صراحة. هذه من وراء شوفوا الحزام يجي كذا. هذا الفستان اللي مع المشد ناويته، تحت فيه زي البطانة السوداء، قماشة مدري هو واقف ما أدري. هذا من وراء.